السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ معكم شيوات نزهه. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد جوج اكلات شرقيه يا عشاقي الاكل الشرقي. غادي ندير ان شاء الله الحمص. غنبداو بالحمص هو الاول. عندي هنا ربعه ديال الحمص، تزقتها وسلقتها بحال طيبو هاري ديالنا حنا في المغرب، معاه واحد جوج معالق ديال طحينه كبار. وعندنا هنايا ملح الحامض، هذه ديما كنخدم بها وكنوريوها لكم اخوتي، كتكون بزاف في المحلات ديال السوريه ولا اللبنانيه. عندنا هنايا جوج معالق، جوج مكعبات الا تكسروا كيعطونا جوج معالق كبار ديال الثلج. عندنا هنا جوج معالق ديال دانون مسوس ياغوت. عندي هنايا الملح على حسب الذوق، انا هنا عندي معلقه صغيره ومعلقه صغيره ديال الثوم. وعندنا تزيين زيت زيتون، وعندنا شويه ديال الجزر وشويه ديال الخيار. غادي نبداو بالحمص نطحنوه. غادي نجيبو الطحانه عندنا هنا القدام. غناخدو الحمص غادي نصفيوه شويه من الماء، ما غاديش نديرو الماء ديالو كله حيت حنا غنديرو معاه الثلج. غنديرو الكميه كامله حيت هو مسلوق وطيب مزيان، ما غاديش يعذبنا في الطحين. غنصفيوه كله اخوتي وغادي نطحنو. الا هو جانا شويه ناشف غادي نخليو هذا الماء، غادي نحتفظوا به، ما غاديش نرميوه. غادي نديرو الكميه كامله ديال الثوم وديال الملح، وغادي نديرو كميه كامله ديال الثلج. غادي نديرو دانونات، جوج معالق ديال دانون عفوا. غادي نديرو الكميه ديال الطحينه كاملها، ومن بعد غادي نطحنوه. ولا لقيناه ناشف غادي نزيدو شويه ديال الماء اللي سلقناه فيه. غادي نزيدو شويه ديال ملح ديال الحامض، حيت هذا الملح ديال الحامض ما غاديش نديرو الحامض في الحمص بتاتا. غادي نحطو واحد المغصو معاه اللي بغى الحامض، حيت هذا الملح كافيانا. غنديرو جوج معالق حتى ل3. هذه الوصفه الاصليه ديال اهل الشام. وغادي نطحنوه ومن بعد ان شاء الله نرجعوا عندكم. هانتوما خوتي بعد ما طحنتو جاني ناشف. الزبديه اللي كنا دايرين فيها الطحينه كبيت فيها شويه ديال الماء باش ديك الطحينه اللي بقات ما نضيعوهاش. وغادي نزيدو شويه ديال الماء ديال الحمص حيت جاني ناشف. هانتوما خوتي، واللي بيحتفظ به ما يكثرش ليه الماء، اللي بيحتفظ به في الثلاجه ولا يخبيه عنده ودار كميه كثيره ما يكثرش ليه الماء، يخليه شويه ناشف ويطحنوه نص طحنه. حتى يبغي يقدمو في التقديم عادي يزيد فيه شويه ديال الماء ويعاود طحن. غادي نزيدوه طحنه اخرى خوتي وغنزيد نرجعو عندكم. يلا خوتي بعد ما طحناه هذا هو الشكل ديالو، هذا هو الشكل النهائي. هانتوما خوتي راه ما زدت لا حامض لا والو. غادي نديروه في الطبسيل ديال التقديم. هذا هو القياس ما جاري. وكل هانتوما خوتي كيجي زوين بزاف ورائع. اصحاب الاكلات الشرقيه انا عطيته لكم على طريقه السوريين، الطريقه المزبوطه. كل واحد الزواق كيبقى والتقديم على حسب الشخص.
غنديروا ليه زيت الزيتون، هو كيبغي زيت الزيتون. غادي نقدموه اخوتي بحال هكا. هذا هو الشكل النهائي ديال اخوتي، هكا كيتقدم. كنتمنىكم تجربوه حيت زوين، والطريقه الصحيحه اللي عطيتكم اليوم اخوتي ديال اهل الشام هي هذه، ما كيكونش فيها الحامض. هذا معليش، هذا الليمون اللي درنا ليه، هذا كيعطيه القياس اكزاكت، ما كينقص، ما كي حتى شي حاجه. وان شاء الله دابا غادي ندوز الوصفه الثانيه ديال ورق العنب، وغادي نخليوه يبرد وبصحه والراحه. يلا خوتي غادي نبدا معكم الوصفه الثانيه ديال ورق العنب على بركه الله. عندي هنايا واحد الربعه ديال الروز المصري داك المكركب العادي، رقدته هنايا حتى كيتنفخ بحالك باش ما يهرش لينا في الطياب. عندي زيت زيتون، وعندي كاس ديال الحامض. هذا الحامض غنخليوه هو الاخر حتى يطيب ورق العنب، عاد نزيدوه. عندنا ربعه ديال الكفته لحم مفروم، ربعه ديال الحيمه، ربعه اللحم خاص يكون فيها هكا شويه ديال الشحمه باش تعطي داك النعمه على ورق العنب. عندنا ورق العنب، عندنا هاد القرعه هادي، عندنا هاد الماركه، وكاينين ماركات كتار. واللي عنده شي حد عنده البحيره في البلاد ولا شي حاجه يجيب ليه ورق العنب يكونوا طازه، يعني يكونوا جداد. عندي هنا جوج بصلات مقطعينهم دواور هكا. عندي واحد المطيشه حكيتها. عندي الثوم، هذا غيكون في هذا غيكون في الحشو، وهذا غيكون مع البصل ان شاء الله. عندنا التوابل، عندنا معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال الزنجبيل، شويه ديال الملون حيت خاصنا الرز يكون شويه صفر، معلقه الكمون، الملحه على حسب الذوق، وشويه ديال العصفر. هاد المواد وهاد المقادير كلها انا كناخذهم من المحلات. كاينين محلات لبنانيه وكاينين محلات سوريه موجودين عندنا في المغرب. غادي نبداو على بركه الله. غادي نبداو بالرز هو الاول. هناخذوا هاد العصفر، نشف يديا، هناخذوه ونحكوه في الكفوف ديال يدينا باش بحال الزعفران ديالنا، غير هذا ما قاويش، ما فيهش القوه بحال الزعفران ديالنا، كيعطي اللون والمذاق. غنحكوه مزيان حتى كيولي هكا بودر. وغادي نزيدو التوابل كاملها ديالنا. غادي نزيدو الثوم. ان شاء الله نشارك معكم هاد ورق العنب ديال اللحم مره اخرى، ان شاء الله نديرو معكم بالخضر كله يندمج. عاد نزيدو اللحم، غنزيدو عليه شويه تاع الزيت باش يبقى مفلفل من الداخل. والحامض ما غاديش نديروه دابا في الروز، حيت الا درناه في الروز غادي يقسح لينا الروز وما غاديش يطيب، غادي يجي مقجوج. حنا تا كيقرب يطيب عاد كنزيدوه في الاخير. غنزيدو الكفيته، غادي نفرتوها بحال هكا. غادي نبقاو بحال هكا. من الاحسن غادي ندير يديا باش يكون الكفته والروز يكونوا مندمجين حتى يتخلط كاملو. ومن بعد غادي نزيدو عليهم مطيشه، المطيشه حتى هي كتعطي واحد اللذه خاصه في ورق العنب. ملي نكملو ان شاء الله غادي نرجعو عندكم. يلا خوتي انا خلطته كامل تندمج كاع التوابل وداكشي ديالنا. غادي نخليوه على جنب
وغادي ندوزو لورق العنب. غادي نحلو القرعه. هانتوما خوتي كيكون بحال هكا. هو من الاحسن اللي عنده شي حد عنده البحيره وكيكون خضر كيكون احلى صراحه. غادي نحلوه حيت هو مخلل، ضروري يدوز من الماء. هانتوما خوتي شوفوا الوريقات، خاصنا غير بشويه عليهم، غير بحال هكا تنفكوهم على بعض. وغادي نغسلوهم من الملح والخل حيت نتوما مخللين، وان شاء الله نرجعوا عندكم. يلا ورق العنب ديالنا غسلته مزيان كما قلت لكم، كيكون مخلل في عامر بالملح والحامض. هادو هما الورقات ديالنا. غادي نبداو معاكم. اول وحده هي الرز ما يكونش كتير باش ملي يبدا يطيب ما يتفرقعش وتخرج الحشوه منه. غادي نديرو شي حاجه قليله. غادي ناخذ هاد الوريقه نديرو هنا. هو راه ساهل كيبغيه الخاطر بحال هكا. كناخذوا هاد الوريقه نطويوها تاني لداخل وكنمشيو على هاد الطريقه. نعاودو نهزو وحده اخرى، غنديروها بشويه. هاد الفيديو اليوم ديال صحاب الاكلات السوريه والاكلات اللبنانيه. غير بشويه، غير شويه ما كترناش. غادي نعاودو نديرو عليها الورقه من هنا. هانتوما سهله. غنعاودو نجيبو هادي هنا وهادي هنا صافي نطويوها عادي جدا. هانتوما خوتي كتبان رقيقه وزوينه، حيت مع الرز والماء والطبيخ غادي يولي تاني تولي الورقه كبيره وتقطع علينا. اللهم نديرو غير شويه ديال الرز غير بحال هكا. انت هادو ماشي ديال الخضره كيكونوا شويه غلاظ. يديكم يكونوا شويه مزيرين باش ما تحلش الحشوه. يلا بعد ما كملنا التلفاف ديال ورق العنب عفوا، غادي ناخذ الطنجره وغنفرشوا البصل. غنفرشوا ليها البصله. هانتوما خوتي كامله غير البصله، حيت في ناس كيديروا بطاطا ولكن البطاطا كتشرب كاع التوابل اللي كنديروا في الحشوه كتمشي لينا. نديروا البصله بحال هكا وغادي نزيدوا على زيت العود. غنديروا كميه كبيره ديال زيت العود. من بعد غادي نزيدوا طريفات اللحم كلهم يترتبوا بحال هكا. غادي نزيدوا شويه ديال الثوم. غادي نزيدوا شويه ديال البهارات اللي درنا في الحشوه في الاول. غادي نزيدوا شويه على اللحم حيت باقي غادي نكبوها في الماء يكون الماء سخون. غادي نزيدوا شويه ديال الملح، غير شويه باش ما يجيناش اللحم باسل. حتى الحشوه فيها الملح. ومن بعد غادي نبداو نرتبو. بسم الله. غادي نجيو هاك ديما البلاصه اللي وخرنا فيها الورقه هي اللي غادي نديرو لتحت. هانتوما خوتي كله يترتب بحال هكا باش ملي نقلبوه يتقلب مرتب.
كله غادي نمشيو بهذه الطريقه هذه حتى نكملوا الكميه. تكون وحده حدا وحده باش ما يتحلوش. يلا بعد ما رتبتو غادي نزيد هاد الثومه اللي بقات، غنزيدها كلها. غادي ندير واحد شويه مطيشه من الفوق باش ما يسودش ورق العنب. نقطع هذه. ماشي مشكل تكون بالقشره، المهم ما غاديش تخلي ورق العنب بكحال. غادي نزيدو دابا عليه الماء سخون. هذا هو الماء سخون ديالنا. غادي نزيد عليه داك شويه ديال التوابل. هنا درت واحد ماجيه وخليتها كتغلى، ولا عندكم العظام ديال اللحم ولا العظام الدجاج مزيانه. غادي نغطيه بالطبسيل، غادي نكبيه بشويه بعدا واحد شويه. من بعد غندير الطبسيل ديالنا بحال هكا، غادي نكب براحتي. غادي نديرو فوق البوطه يطيب، غياخذ لينا واحد الساعه حتى ساعه ونص. وغندير غادي نتقل الطبسيل بواحد زلافه ديال الماء باش ملي تبدا تغلى ما يطلعش لينا الورق العنب ويتحل لينا. انا عمرت هاد الزلافه وحطيتها فوق الطبسيل باش كيف ما قلت لكم اخوتي بلاش الا غلات ما يطلعش ورق العنب الفوق ويتحل لينا. هاد القضيه هادي كتخليه ثابت في بلاصتو، وغادي نغطيه ونخليه. بعد ان شاء الله نرجعو عندكم. يلا اخوتي بعد ما دازت واحد الساعه على ورق العنب ديالنا، غادي نحيدو هاد الزلافه اللي كنا دايرين هاي بشويه باش ما تحرقنا، راه سخونه بزاف. غنشيلو هاد الطبسيل حتى هو. ها نتوما اخوتي، ومن بعد غادي نزيدو الحامض حيت المرق ما بقاش بزاف. ها نتوما اخوتي، شتي الطبسيل كي كيخليهش كيتحرك كاع ورق العنب. غادي نزيدو هاد الكاس الحامض كامل. بسم الله. وغادي نخليوه تاني يغلى واحد 20 دقيقه ونرجعو عندكم ان شاء الله. ها الورق العنب ديالنا صافي طاب، طفينا عليه. ها هو شكلو. غنهزوه دابا اخوتي باش نديروه في الصحن ديال التقديم. غنديرو هاد الطبسيل وغادي نقلبوه بشويه. بسم الله. غنخليوه حتى ينزل كاملو. يلا بسم الله. غادي نهزو الطنجره ديالنا هي بشوي. يا سلام. غادي نساعدو انا خوتي. ما ساعدتناش الطنجره في القليب. غادي نحاولوا نكحزلو هنايا في الوسط. خليو الحماد ديالنا. غنقصو شويه من هاد البصله. غير شويه حتى هي طيبه وزوينه.
خليوها بحال هكا. غادي نزوقو بشويه ديال الحامض. نجيبو هاد الوريضه ديالنا نديروها هنا، ونديرو في الجناب الحامض، طريف ديال مطيشه، طريف ديال الحامض. جا تبارك الله شهوه منه. نتمنىكم تجربوه حيت يستاهل التجربه. غادي نخليوه بحال هكا. هذا هو الشكل النهائي ديالنا. اللي بغى الصوص غير شويه بحال هكا. هذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال طبق ورق العنب. وهذا الحمص اللي شاركناه في الاول معكم، كيجي رائع، كيجي روعه روعه. هذا الفيديو اليوم ديال صحاب ديال الذواقه، ديال صحاب اللي بيحبوا الاكل الاجنبي. كنتمنىكم يعجبكم، وكنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون احسن فيديو اللي داز هذا الاسبوع ان شاء الله. وما تنسوناش اخوتي في اللايك، وما تنسوناش في البارطاج، وتساعدونا. وبصحه والراحه. وشكرا لكم بزاف بزاف، وشكرا للناس الجداد اللي دخلوا عندي. وكنتمنى ان شاء الله نلاقيكم في فيديو جديد. وشكرا.